ولسه مش عارف تعمل فلوس اونلاين، تعال اقول لك على 3 طرق الوحيدين اللي تقدر تعمل بيهم فلوس اونلاين، وهي احسن واحده بالنسبه لي واللي انا بدات بيها وعملت منها فلوس. الفلوس اونلاين 3 حاجات: يا اما هتبيع ديجيتال برودكت، يا اما فيزيكال برودكت، يا اما ديجيتال سيرفيس. تمام. في رابعه اللي هي فيزيكال سيرفيس، بس ده كده مش اونلاين خالص، انت كده خلاص مش اونلاين. تمام. اول حاجه اشرح لك التلاته دول قدامهم ايه. ديجيتال برودكت زي ديجيتال برودكت، بتبيع كورس، بتبيع فايل، بتبيع اكسل شيت، بتبيع اي حاجه ديجيتال. تمام. اي بوك، كتاب. تمام. كل ده ينفع في الايه، في الديجيتال برودكت. تمام. في فيزيكال برودكت اللي هو زي ايه بقى، ده شغل دروب شيبينج. تمام. شغل دروب شيبينج، وان انت يكون عندك براند ومش عارف ايه وبتاع، وبتبيع هدوم على الانستا وما الى ذلك. تمام. بتبيع فيزيكال برودكت من على النت. اوكي. تالت واحد اللي هو الديجيتال سيرفيس، تتعلم حاجه، يبقى عندك مهاره معينه، بتبيعها للناس. تمام. انا هقارن لك بين الثلاثه دول، وانا على اهم 4 حاجات ليك في البيزنس كلها. تمام. اول حاجه الريسك، كل واحده فيهم هتخشها ايه كميه الريسك اللي هتقابلها. 2 الكابيتال، هتضطر تدفع قد ايه عشان تخش كل بيزنس موديل من دول. تمام. 3 ديليفرابيلتي، ايه مدى سهوله تقديم المنتج. تمام. بغض النظر هو منتج ديجيتال فيزيكال او سيرفيس، طريقه ان انت توصل الحاجه دي للعميل لانك تبيعها. تمام. اللي هو بتكلم اختصارا في صعوبه التنفيذ، تقدر تقول صعوبه التنفيذ. رابع حاجه سكيلابيليتي، مدى قدرتك على التوسع وانك تعمل فلوس اكتر. تمام. بس في حاجات بيبقى ليها حدود وبتبقى اصعب من حاجات تانية. اول حاجه اول حاجه هنمسك الفيزيكال برودكت، الريسك. تمام. هناخد مثلا مثال زي الدروب شيبينج مثلا. تمام. اول حاجه الريسك فيه عالي، ان انت مش شرط كل منتج يشتغل معاك في الاول. فانت اغلب الناس اللي بيشتغلوا في الحوار ده نظام البيزنس بتاعهم ان هم بينطوا من منتج لمنتج 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 لمنتج، يشوفوا ايه الترند اللي طالع وبيمشوا وراه. تمام. ففي ريسك كتير منتجات ما تضربش معاك وما تجيبش معاك فلوس تخسر. تمام. دي اول ريسك. تاني حاجه الكابيتال، هتحتاج كابيتال، هتحتاج اقل حاجه مثلا سكه $500 ولا حاجه عشان تعمل اعلانات. تمام. انت ما بتفتحش الشوبيفاي ولا الموقع بتاعك ده والناس بتخش عليه من الهوا، لا، انت بقى بتعمل فيسبوك ادز ولا حاجه والناس تقدر تخش عليه وبيشتروا من هنا، فانت هتضطر تدفع شويه فلوس محترمين. الدليفرابيلتي لو انت ظابط دنيتك كويس في مثلا في دروب شيبنج او حاجه زي كده، وعارف انا دروب شيبنج صراحه مش متعمق قوي فيه، بس على حد علمي هما بيكونوا مثلا متعاقدين او مظبطين مع شركه شحن او مظبطين مع مصنع في الصين ولا حاجه، والكلام ده بيتعمل له. تمام. ثانيا هو مش احسن حاجه يعني، بيتاخر في الغالب بغض النظر. طبعا ده لو انت هتعمل دروب شيبنج، يعني انت اللي معاك براند ومش عارف ايه وبتاع، لا، فكل الكلام ده هيتضرب الضعف، ان انت بقى هتخش بقى في شحن، انت اللي هتشحن الكلام ده وشركات شحن وبتاع، والريسك هيزيد، انت هتشتغل انت هتجيب خامات ومش عارف ايه، والكابيتال هيزيد جدا، انت هتكلم مصانع ويصنعوا لك وبتاع. فانت لو هتعمل براند حاجه زي كده تبدا بيها، ما انصحكش، ريسك كتير قوي عليك في الاول. فدي السكيلابيلتي. تمام. السكيلابيلتي بتاعها عالي، انت ممكن تسكيل بسهوله لو انت عارف تعمل منها فلوس، ممكن تضخ اعلانات اكتر 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 وتعلى. تمام. بس الدروب شيبنج غير البراند وغير الحاجات دي مثلا. فالدروب شيبنج سكيلابيلتي بتاعه في ناس كتير بتعرف تعمل فلوس جامده قوي منه. تمام. بتعرف، بس بيطلع عينهم في الاول، خد بالك، بيطلع عينهم بجد يعني. وهو مش بيزنس ستيبل، واخد بالك انت، هو مش ثابت، هو مش مستقر، انت بتنط من ده لده 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 لده، فالحوار ما بيبقاش سهل قوي، بس بيعملوا منه فلوس عادي. خد بالك انت ممكن تضخ كميه فلوس جامده قوي في الاعلانات، تضرب فلوس جامده قوي من هناك في المبيعات بتاعت المنتج بتاعك، فهو ممكن تسكيل عادي. تمام. لو انت هتعمل براند او حاجه زي كده مثلا كفيزيكال برودكت بيون على النت، السكيلابيلتي بتكون اصعب شويه، ان انت دخلت في انت ده حاجه شبه الهايبريد، فاهم انت بتصنع برضو الحاجه وبتروح مصنع تعملها وبتحاول تبيعها اونلاين، مش بتبيعها في محل. فاللي هو انت بتاخد العيوب من هنا والعيوب من هنا. تمام. وبتستفيد طبعا من مزايا الاونلاين وكل حاجه، بس بتاخد عيوب السكيلابيلتي، اللي هو انت ما بتعرفش تنتج انتاج كبير قوي. خد بالك انت ممكن تعرف، بس الحوار مش مريح يعني خالص. خد بالك انت شغال مع مصانع وبتاع ومش عارف ايه وكميات، ممكن تسكيل عادي، بس مش عايز، طبعا ما برتاحش للبيزنس موديل ده يعني.
تاني حاجه الديجيتال برودكت. تمام. ديجيتال برودكت يعني ايه؟ ممكن كورس ده اجمد ديجيتال برودكت موجود حاليا. كورسز، اي بوك، تعمل كتاب وتبيعه من على النت بي دي اف. ممكن يبقى حاجه اسمها التراكر، اللي هو مثلا يبقى اكسل شيت ولا حاجه وبيتابع وينظم حاجات يعني كده، فاهم؟ مثلا مبيعاتك وبتاع، وقد ايه بعنا الشهر ده، وقد ايه بعنا الشهر ده، وكام حجزنا ميعاد ومش عارف ايه. بيبقى فيه زي شاشه كبيره كده بتتباع. ممكن يبقى ده، ممكن يبقى اي حاجه، اي شيء بيتباع اونلاين. تمام. ممكن يبقى نوشن، ممكن يبقى نوشن فايل ولا حاجه، مثلا في تنظيم لاي سيرفيس او حاجه زي كده. خد بالك، انا كده فهمتك يعني ايه ديجيتال برودكت في الاول. تمام. اول حاجه الريسك. هل في ريسك ان انت تعمل ديجيتال برودكت؟ لا، مفيش ريسك. ان انت في الغالب مش هتدفع عشان تعمله، انت هتستهلك وقت بس مش هتدفع فلوس في ان انت تعمل ديجيتال برودكت. اوكي، لو هو كتاب انت هتقدر تعمله، كورس هتسجله، ما الى ذلك، فمفيش ريسك قوي. تاني حاجه الكابيتال. هل محتاج كابيتال عشان تعمله؟ في الغالب لا. ممكن لو في تبقى كابيتال صغيره يعني، مش متاكد. تمام. فالكابيتال مش قوي، مش هتدفع كابيتال كتير اصلا يعني، في ان انت لو هتستعمل كورس ولا حاجه. ممكن لو هتعمل على سكول ومش عارف ايه وبتاع، بيكون ليها $100 تقريبا، حاجه زي كده. بس ستيل مش ده المؤثر، عامل المؤثر قوي. ديليفرابيلتي سهل قوي. اجمد حاجه في الديجيتال برودكت اخر اتنين. ديليفرابيلتي اسهل ما يمكن. تشيك اوت من على النت، بياخد الكورس، بياخد الكتاب، بياخد الفايل، تك، جبت فلوس. مفيش اي فريكشن، مفيش اي مشكله في الحوار ده. سكيلابيلتي للصبح. سكيلابيلتي تبيع من 1 ل 3 مليون من نسخ من الكتاب ده في ثانيه كده. اجمد حاجه تعمل لها سكيلابيلتي. تمام. وده هو النظام اللي شغالين بيه دلوقتي اجمد ناس في مجال الاونلاين بيزنس دلوقتي. تمام. ايمان جاجي شغال على الحوار ده، ديجيتال برودكتس للصبح، فلقنا بيها وتبطلها في الاخر يعني، مش عارف ايه، قال لك مش عايز اعمل ديجيتال برودكتس، مش عارف ايه، بس هو عملها كتير وعمل منها فلوس جامده. اندرو تيت نفس الكلام. الريل وورد هو كورس في الاول وفي الاخر، في نفس الحوار ده. فكل النظام ده بيعمل فلوس جامده قوي. هو طريق ان انت لو دوست رجلك عليه صح وظبطته، تطلع عالي عالي بسرعه، انما مفيش اي مشكله، مش بيأثر عليك في اي حاجه، وسهل. تمام. بس في مشكله تانية لحوار الديجيتال برودكت، ان انت لازم يكون عندك خبره، وخبره كويسه. ان انت لو هتعمل كورس مثلا حاجه زي كده، لازم تكون فاهم انت بتقول ايه. يعني ما ينفعش تبدا حياتك بكورس، يعني ده صباح الفل. ما ينفعش تبدا تقول انا عايز اعمل فلوس من على النت، انا هعمل كورس. طب انت عملت ايه اصلا يعني؟ فاهم انت؟ يعني انا دلوقتي مش هطلع اعمل لك كورس عن مثلا ايه، مثلا اي حاجه عن العقارات. تمام. مش هطلع اعمل لك كورس عن ازاي تبيع العقار بتاعك، انا عمري ما بعت عقار في حياتي. تمام. ما ينفعش ابدا حياتي في الشغل اونلاين بكورس. ده مش هيحصل ومش فكره كويسه. تمام. ممكن تعملها ستيل، ما كل حاجه ممكن، كل حاجه ليها اكسبشنز وليها استثناءات. ممكن تعملها، بس تعملها في حاجات بقى ايه، تلعب صح. فاهم انت؟ تعرف ايه تظبطها. ما تعملش حاجه حد يعرف يمسكك فيها. خد بالك انت، يعني انت لو عملت كورس مثلا عن اي حاجه، الناس تقدر تطلب منك بروف، تقدر تطلب منك اوكي انت بتعلمني اعمل 1 2 3، هل انت عملت 1 2 3؟ تمام كده. الحاجات مثلا دي بس ممكن تبقى ايه، الحاجات اللي محدش يعرف يمسكك فيها، وتعرف تفلت في كورس في بدايتك. لو انت بتعمل في الاونلاين ماني، هتعمل كورس مثلا عن ايه، عن الفيزيك مثلا. انت لو انت جسمك كويس، ممكن تعمل كورس تبقى فيتنس كوتش دلوقتي مثلا. خد بالك انت، ممكن ينفع لو انت بتحب كده يعني، فاهم؟ فده طريقه اهو. ممكن تبقى عندك جسم كويس وبتاع مش عارف ايه، تاخد ده كالايه البروف بتاعك على كده. تمام. وكل بقى الحاجات المعنويه اللي ممكن تعمل عليها كورسات بالهبل، فاهم انت؟ ازاي تعمل كذا، ازاي تعدي من كذا، ازاي مش عارف ايه. كل ده خدوه. الحاجات المعرفيه برضه، خد بالك، اي حاجه فيها معلومات صرف من غير تطبيق. فاهم انت؟ مثلا واحد بيشرح لك كتاب قراه مثلا، ده معلومات صرف. طب اوكي، ما هنعمل معاك ايه؟ غير لما تقول لي كورس عن البيزنس. لما تقول لي كورس عن البيزنس، لا، دلوقتي محتاج اشوف بقى، هل انت لما بعت البيزنس بتاعك عملت ايه. تمام. كورس عقارات، انت بعت كام عقار في حياتك، تك تك تك، ما الى ذلك. فكره وصل. تالت حاجه، احسن واحده انا شايف تقدر تبدا بيها وتعمل منها فلوس، ودي اللي انا عملت منها فلوس، مش هينفع اقول لك كام عشان فيها عقود وما الى ذلك.
هي ايه؟ الديجيتال سيرفيس. تعالى ناخد الاربع نقط بتوعنا. ريسك زيرو، مفيش ريسك. انت بتتعلم مهاره، خد بالك انت بتاخد 6 7 شهور 8 شهور تتعلم تتعلم مهاره، تمام؟ تعلمها اوكي خلاص، يعني انت هتبقى معاك اصلا طول العمر. انت مش بتريسك حاجه، مفيش حاجه هترميها وممكن تخسر او تكسب، لا مفيش ريسك اصلا. تاني حاجه الكابيتال زيرو، مش مضطر تدفع اي حاجه، مش هتتعلم اي حاجه، تمام؟ ده اقتناع، يعني كل حاجه هتلاقيها على النت. هتلاقي كورسز، هتلاقي كورسز، بس انت مضطر تدفع؟ لا. فدي نعدي منها. تالت حاجه ديليفرابيلتي، عادي متوسطه، تمام؟ مش زي طبعا الديجيتال برودكت كده بتلاقي الديليفرابيلتي خسرت، بس ولا زي الدروب شيبينج والبراندز وبتاع وشركات شحن، هي في النص. ليه؟ تقدر تعمل حاجه، خد بالك انت واحد طلب منك ويب سايت، هتخش تعمل ويب سايت وهتديله، تستلم فلوسك، عقود، ما الى ذلك، عادي يعني، فاهم انت؟ مش صعب ولا سهل، هو طبيعي شغل عادي. رابع حاجه سكيلابيلتي، ينفع السكيلابيلتي جامد قوي، بس هتكون برضو متوسطه. خد بالك انت هتكون متوسطه ليه؟ ان انا بقارنها مثلا بالديجيتال برودكت، ده كينج المجال ده في السكيلابيلتي. بس هنا تقدر تعمل ايه؟ انت في الاول تبدا كفريلانس. يعني ايه فريلانس؟ عمل حر، تشتغل بنفسك، تقدم على شغلانات، تشتغل وحدك نفر، تعمل شغلانات، تستلم فلوس، تمام؟ هو ده الفريلانسر. في حاجه اسمها الايجنسي. ايجنسي يعني ايه؟ تيم كبير، انت السي او، انت المدير التنفيذي والفاوندر المؤسس، ومشغل بقى عندك شبكه من الموظفين بيعملوا معاك الشغل ده، تمام؟ فانت في السيرفيس، اول ما انت خلاص تكتفي شخصيا، انت عليك شغل انت مش قادر تغطي عليه، بتجيب موظفين تقلبها ايجنسي، تمام؟ تحل مشكله السكيلابيلتي. لو انت ويب ديزاينر ويعيني من كتر المواقع اللي جالك انت مش قادر تكمل، مش قادر تهندل كل الطلبات دي، سهله، ممكن تبدا تسميها ايجنسي، تبدا تك 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 عندك موظفين تحتيك ومشغل الكلام ده كله تحت اسمك. لو انت عملت ايه، لو انت عملت بيرسونال براند يعني. وانا بعمل ايه الرجاله، لقيت ان انا سحبت، عديت النص ساعه ودخلت في حوار تاني اصلا كان المفروض يتعمل له فيديو تاني. فالمهم كنت بتكلم في حوار الديجيتال سيرفيسز، وايه احسن سيرفيس تتعلمها احسن من التانية، اللي هتفيدك بعدين واللي هتفيدك دلوقتي وما الى ذلك. فيديو عدى معايا بتاع نص ساعه ولا 40 دقيقه. فالمهم انا قررت اوقف فيديو لغايه الحته دي عشان يبقى موضوع متكامل على بعضه، وميبقاش دخلت في كذا موضوع في نفس الوقت. ولو عايز ننزل فيديو تاني عن الموضوع ده، وعن ايه احسن سيرفيسز تتعلمها، ومين احسن من مين، ومين هيفيدك دلوقتي، وايه الاحسن الحاجات الموجوده اللي بتعمل فلوس حاليا في الفتره دي، اكتب تحت في الكومنتات. تقول كده الدنيا. الفيديو الجاي ان شاء الله هنبقى على الحوار ده وبس. يلا، عارف الفيديو لغايه كده، والسلام عليكم، صباح الفل.